قال: هل المشاركة في أسهم موبايل شيء فيها من الربا؟ إذا كان الشخص مشتركا مثل 200,000 ريال، يعادل قيمة السهم الواحد 5 ريال يمني، يحصل على ربح آخر العام مثلا 35 ريال أو 38,000 أو 38,000، يريد قليلا أو يزيد قليلا أو ينقص في معدل ذلك المبلغ الذي ذكره، فإذا فيه شبهة ومحرم فكيف الخلاص منه؟ الأصل في المساهمة أي في شركة في هذه الأسهم واستثمار المال في بعض الشركات عن طريق الأسهم الإباحة، وأنه لا بأس إذا كانت هذه الشركة تستعمل هذه الأموال فيما حل من التجارات ما فيه مانع، وبشرط عدم ضمان رأس المال، أي أن المشارك بسهم من الأسهم أو بأكثر من ذلك لا يشترط ضمان المال، بل يكون ماله معرضا للربح والخسارة. أما أنه يشترط يقول هذا 100,000 مليون أنا سأشترك معكم وهذا سهمي، وهذا سهمي سأدخل بأكثر من سهم، ولكني أريد ضمان رأس المال وأريد الفائدة السنوية أو الشهرية تكون كذا، ربع العشر أو 5% أو 9 أو 10% مع ضمان رأس المال. هذا قرض وليس من باب المضاربة في شيء، وإنما من باب القرض الربوي أنه يضمن رأس المال. فهذا إذا اشترط هذا الشرط فلا تجوز المساهمة في مثل هذه الأشياء. أو الشركة شرطها على هذا أن تضمن لك رأس المال وتعطيك ربحا زائدا على رأس مالك شهريا أو سنويا على حسب ما يتفقون، فهذا لا يجوز، لأن هذا يكون ليس من باب المضاربة بل ينتقل من باب القرض الربوي، وكل قرض جر نفعا وهو ربا، فلا يجوز في هذه الحالة. وهكذا أيضا لا يجوز تحديد الأرباح، أو يجب عليهم أن يحددوا الربح في أول العقد يحددوا الربح، يقولوا 12% 10% إلى آخر ذلك، سواء كان بنسبة مئوية أو بشيء مشاع، الربع الثلث إلى آخر ذلك، ولا سواء قل هذا الثلث أو الربع أو النسبة المئوية، ترى في الشهر تكون 100,000، في شهر آخر تكون النسبة هذه 10% أقل 50,000، فلا بد من تحديد النسبة التي بينهما، سواء كانت نسبة مئوية 10% 20% إلى آخر ذلك، أو نسبة مشاعة ربع ثلث، مما قل أو كثرة. وأما أن يشترط نسبة محددة، يقول أنا أريد على مالي هذا 5,000 شهريا، هذا لا يصلح ولا يجوز. فإذا المساهمة جائزة، والأصل فيها الجواز بشروط. الشرط الأول أن تكون الشركة هذه تستثمر هذه الأموال فيما حل الله سبحانه وتعالى وأباحه. والشرط الثاني تحديد النسبة بينهما في بداية العقد، حددوا النسبة بينهما في ابتداء العقد. والشرط الثالث أنه إيش قلنا نحن؟ الشرط الثالث نعم أن لا يضمن المال، أحسنت إذا دفعه، عدم ضمان رأس المال، أي أن سهمك هذا الذي دفعته يكون معرضا للخسارة والربح. وأما إذا لم يكن كذلك فهو من باب القرض الربوي، أعطيتنا من حقي مليون، شوف ما أريد يتحرك المليون، انتبهوا، هذا ما يصلح، هذا قرض معه يعني مساهمة، هذا قرض للشركة التي أنت أعطيتها هذا المال، فلا يجوز في هذه الحالة. فإن كان يمن مباين على المعاني المتقدمة ما أجيز فيها المشاركة والمساهمة فلا بأس، وإن كان فيها إخلال بالشروط التي أشرنا إليها فلا يجوز المساهمة فيها ولا في غيرها من الشركات الأخرى، لا يجوز المساهمة فيها ولا في غيرها. فمن يعيد شروط المساهمة؟ أن تستثمر هذه الشركة المال في محله الأعمال التي حلال، تحديد النسبة في بداية العقد، وأن لا يضمن رأس المال، بل يكون سهمك هذا معرضا للربح وللخسارة. أحسنت. فإذا كان كذلك فلا بأس، وإلا فلا.